المدرب المغربي وليد الركراكي قال على انه كل شيء بالنيه، كل شيء بالنيه، وقال على انه الى بعدنا الانانيه وبعدنا بزاف ديال الحوايج راه غادي نوصلوا، وقال كلمه ابلغ من ذلك، قال باقي ما درنا والو. السيد متاهل لربع النهايه في اول مره في سابقه تاريخ كره القدم المغربيه، وكيقول لك باقي ما درنا والو. في الحقيقه والله العظيم هذا ميساج لنا جميعا باش نعرفوا على انه راه فعلا باقي ما درنا والو. هذا السيد قاب قوسين او ادنى من التاهل الى نصف النهائي، او ولما لا كاع نحلم ونتاهل للنهائي. لم يعد هناك شيء مستحيل اذا كانت الاراده وكانت العزيمه وكانت الايمان بالوطن والايمان بالوطنيه، ومع ذلك كيقول لك ما باقي ما درنا والو. فيا ريت نعرفوا كاملين على ان رانا حتى حنا ما فتنا درنا والو لهاد البلاد هذه، ويا ريت يكونوا عندنا ركراكيين كثار في جميع المجالات، في الرياضه وفي السياسه وفي التعليم وفي الصحه وفي غيرها، باش نعرفوا على انه كل شيء بالنيه. الى عمرنا القلب بالنيه وزينا النيه في البلاد غادي نوصلوا بها للقدام، ماشي غير في الرياضه اللي فرحاتنا اليوم ونساتنا كل شيء، ولكن في جميع المجالات. في الحقيقه انا ما قطيت تبعت مقابله ديال كره القدم لانه كيديروا لي الاعصاب وكنبغي نعرف النتيجه حتى النهايه، ولكن اليوم تبعت المقابله ديال المنتخب المغربي مع نظيره الاسباني. في الحقيقه انا ما كنفهم في الكره ولا نفتي فيها، ولكن كنقول على انه اليوم شفنا مباراه بروح قتاليه، وشفنا لاعبين مضروبين ومتكرفسين مساكين، ولكن مع ذلك قاوموا ولعبوا الى اخر دقيقه، مع العلم على انه المباراه تجاوزت حدودها القانونيه ودخلت في الاشواط الاضافيه ودخلت في ضربات الجزاء، ومع ذلك ما بدلوا تبديلا. هذا كيظن على انه هذا الفريق اليوماتيه كان كيتقاتل من اجل مساله واحده، وهي الرايه المغربيه ورفع هذه الرايه المغربيه، وكان كيتقاتل من اجل بلد واحد اسمه المغرب، واليوم اللي كيتردد في جميع انحاء العالم. ويحق لنا اليوم نفتخر جميعا بهذا البلد ونفتخر جميعا بانتمائنا للمغرب، ونقولوا هنيئا للشعب المغربي وهنيئا اولا واخيرا لجلاله الملك، وهنيئا لنا جميعا بهذا الانتصار التاريخي. اليوم يوم تاريخي، اليوم يوم مغربي ممتاز، اليوم الفرحه عارمه في شوارع جميع الدول العربيه والافريقيه وغيرها، اللي كيشوفوا في المغرب اليوم هو الممثل الوحيد ديالهم في هذا كاس العالم بدوله قطر، اللي كنظن على انها كانت مباركه علينا بالحسانيه، نقولوا مبارك علينا على انها باللغه العربيه فعل خير علينا. هذه الدوله الصغيره الحجم الكبيره في المعنى والكبيره في الرؤيه والكبيره في الاستراتيجيه، والله الا كانت فعل خير علينا. وباش ما نطول عليكم بغيت نقول لكم واحد القضيه، نتمنى ان هذه القضيه اللي قال اليوم هي كل شيء بالنيه وباقي ما درنا والو، هذه الوصفه السحريه وهذه الكلمه السحريه وهذه الوصفه السحريه تجتاحنا جميعا ويتم اسقاطها علينا جميعا في جميع المجالات، لانه في الحقيقه رانا ما فتنا درنا والو، ورانا خاصنا نعمروا النيه مع هذه البلاد الا بغينا نمشيو لقدام. هو قالها ونحن غادي نكرروها من وراه، ونتمنى تكون هذه وصفه جميع المغاربه السحريه للوصول لنهائي كاس العالم. وانا بعد هذا التيشيرت راني متفائل به ولا نتم لابسه دائما باذن الله اني نوصلوا كاس العالم، نهائي كاس العالم ولا نصف النهائي، ولما لا كاع النهائي ندوها. لا يوجد شيء مستحيل على هذا الشباب هذا اللي شفنا اليوم، على اولاد الابطال. تحيه لهم وكل التقدير، كل التقدير لجميع المغاربه اللي كيموتوا على هذه البلاد واللي معمرين النيه ومصفيينها معاها، ولا عزاء للحاقدين واللي انتم عارفينهم وانا عارفهم. تحياتي لكم والسلام عليكم.